السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا في فيديو جديد. النهاردة معايا فيديو كده، رحنا رحلة جميلة. ده طريق مصر اسماعيلية يا جماعة. هقول لكم عليه واحدة واحدة. قرية تحفة تحفة، أول مرة أروحها بصراحة، مع إن البلد دي بلدي يعني. اسماعيلية دي أختي كانت عايشة هناك وكنا بنتفسح فيها كتير، بس أول مرة أخش القرية دي بصراحة. انا ما كنتش مصدقه ان هي في اسماعيليه او في فايد يعني. هي هي محافظه اسماعيليه، مدينه فايد. لو حد عارف فايد يا جماعه، مصيف كده قريب وبنستقربه وبنروحه على طول. فاحنا رايحين دلوقتي واخدكم جوله معايا. احنا دلوقتي في الطريق وهنوصل وهقول لكم اسم القريه. وصلنا القريه دي، اسمها شموسه. تحفه. دي من بره كأنها كده حاجة صغيرة، بس هي من جوه كبيرة. والبحر تحفة، وفيها كذا حمام سباحة وأطفال يلعبوا، أمان جميلة بصراحة بصراحة. هندخل دلوقتي وأوريكم من جوه. احنا دلوقتي دخلنا. بصوا هي كبيرة جدا وساحرة بقى. وكمان أنا ما صورتلكوش فوق الغرف تحفة ازاي. واسعة كبيرة كبيرة جدا، مكيفة، وبتبص برضو على المناظر الجميلة دي. بس انا مصورتش لانهم هاجموا كتير، احنا العدد كان كبير، فما قدرتش اسيطر ان انا اصور المكان قبل ما يخشوا. فجميل قوي، جميل قوي قوي قوي، مش قادرة اقول لكم. بصوا حتى الزير ده مش فيه مية، ده باسكت الزبالة. هم عاملين مناظر جميلة وبصراحة. او بصوا يعني، شايفين الزير الجميل ده؟ ده باسكت الزبالة اللي معاه اي مخلفات، ناكل اي حاجه كنا بنرميها في الزير ده، وهم طبعا بينضفوه يفضوه. دي حمامات السباحه والاطفال، وحتى الاطفال ما تخافيش عليهم، سيبيهم في الامان وانتي تروحي الحمام الكبير عادي جدا. مش بيغرقوا يعني، هم الحمام صغير. المكان بصراحه بصراحه عجبنا قوي قوي قوي، وكانت فسحه جميله. وكنا مجموعه الاهل كده متجمعين فيه، جميله. يا رب دايما متجمعين، بس مش كلنا يعني، في كمان اخواتي ما راحوش وكان عاجبهم المكان، وان شاء الله يا رب نتجمع فيه بقى كلنا بعد كده. المكان بصوا، انا مش عايزه اتكلم، انا عايزاكم تستمتعوا والله العظيم بالمناظر بتاعت دي المباني اللي هي الغرف وكده، الفندق نفسه يعني. انما المكان انت مش عايزه تطلعي فوق يعني. المكان انتوا تقعدوا برضو تحت. انا كنت عايزه انام تحت، مش عايزه اطلع الغرفه، مع ان الغرف جميله ومكيفه وواسعه بصراحه، حلوه جدا، والفرش نضيف وهي نضيفه وكل حاجه حلوه. بس المكان الساحر ده يصعب عليك ان انت تطلعي فوق. احنا اول ما روحنا قعدنا على النجيله كده وفرشنا وقعدنا فطرنا، والله العظيم ما طلعناش الغرف. قعدنا على الارض واكلنا ونضفنا مكاننا، وبعد كده طلعنا بقى الغرف. بصوا المكان ساحر، والله المكان ساحر. الصور حاسه الفيديو ظالم المكان. المكان احلى من كده بكتير قوي. حمامات سباحه كبيره قوي، وكذا واحد بتاع 5 6 كبار. والله بصوا المكان، مش قادره اقول لكم. هنا كنا بناخد جوله يعني، نتفرج على المكان ده. كمان صالة جيم كده، اللي عايز يلعب جيم بينزل. كان الصالة دي متاحة، وفي ترابيزات بلياردو وتنس طاولة، يعني حاجات كانت جميلة. بصوا بقى الناحية التانية هنا كده البلياردو، واللي عايز يلعب رياضة، وده الجيم. بس المكان شايفين، انا لو ما اتكلمتش خالص وسبت الفيديو صامت انتوا هتستمتعوا. بس انا حبيت اشارككم الكلام واقول لكم ان انا اتمتعت يوم. احنا قعدنا 3 ايام تقريبا او يومين، مش عارفه، يومين. كانوا من اجمل الايام بصراحه. يعني احنا بنروح مصايف بنقعد بالاسبوع و10 ايام، اليومين دول كانوا تحفه بصراحه.
بصوا المكان عامل ازاي، والبحر جميل قوي. انا رحت البحر، اوريكم دلوقتي قعدة البحر تحفة برضو. بصوا البحر، المكان برضو والقعدة عاملينها بطريقة جميلة قوي بصراحة. مكان شيك ومش غالي يا جماعة، يعني حلو حلو مش غالي بصراحة. اللي عايز يعرف الأسعار يسألني في الكومنتات. إنما المكان أنا أديله 10/10. بصوا حمام السباحة جميل، وبيبقوا كبار. ال 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 الفيديو مصغره، إنما هو الحمام كبير قوي صراحة. حلو حلو، كله استمتع وكله نزل وكله اتبسط يعني. انت اقعدي كده على حمام السباحة، في زي بار اهو لو واخدين بالكم، وفي كافيتيريا جوه بناخد المشروبات سخنة او ساقعة ونشربها واحنا في حمام السباحة. تحفة. والبار عليه كراسي كده بنقعد، وانتي قاعدة في حمام السباحة نفسه في كراسي مغطية نصك كده، وانتي تاكلي وتشربي وانتي قاعدة في نفس حمام السباحة نفسه. بصراحة المكان كان عجبنا كلنا، وان شاء الله نروح تاني بإذن الله. بصوا هدوء وجميل، ومفيش زحمة قوي، حلو خالص. مع ان كان في ناس ساكنة كتير، بس المكان برضو عشان كبير قوي مش مبين الزحمة. حلو بصراحة. اتمنى ان كل الناس تروح المكان الجميل ده. دي بقى القعدة على البحر. بصوا ترابيزات كده وشماسي، والكراسي اللي هي الشезлونج دي القماش. بصوا المكان. ما انا مش عارفه اصور لكم المكان وجماله بصراحه. جميل فعلا، جميل فعلا. مش عايزه كنت اوريكم كل حاجه، بس يا رب المكان يا رب تصويري يكون حلو ويعجبكم، وتقولوا لي تروحوا فين. قصدي اسالوني على المكان وانا هقول لكم في الكومنتات. اللي عايز يروح المكان لو هو في مصر يعني وعايزني اوصف له يروح. جميل، اكنك في شرم، اكنك في دهب. حته كده ساحره وهدوء، وتفضي دماغك وترجعي تاني بقى دوشه الدنيا والمشاكل والدنيا. روحي فضي دماغك في قريه شموسه، حلوه قوي. ويا رب اكون افدتكم شويه. ودي كانت صوره جماعيه يا جماعه هتشوفوها دلوقتي. صورنا كلنا، واشوفكم في فيديو جديد.